السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم حلوات ديال الكونفيتور. غنحتاجو في المقادير ديالها 4 الزبده لذة، 2 صفارة البيض، 125 غرام ديال السكر كلاصي والدقيق حسب الخليط، وكاوكاو ولا اللوز باش نزوقوها، وصفار وبيض البيض غنخليوه باش نخدموه. غنشدو 4 الزبده، نزيدو عليها سكر كلاصي 125 غرام، نخلطوهم مع بعضياتهم حتى تخلط الزبده مع السكر. من بعد نزيدو 2 صفار ديال البيض، ونخلطوا الخليط. من بعد ما تخلط العناصر نزيدو الدقيق، بطبيعه الحال نغربلوه باش ما يبقاش دوك الحبيبات، ونجمعوا العجينه ديالنا. وقبصه الملح نسيت ما ذكرتها، الدقيق حسب الخليط. تجمع العجينه، ما تكون قاصحه ما تكون جاريه. تكون بهذا الشكل هذا. نشدو نكركبو كريكيبه صغيره بحال هادي، ونديروها في الصفار في بيض البيض، وندوزوها نرمدوها في كاوكاو ولا اللوز ولا حسب استطاعته. بحال هكذا، ونديروا لها تقيبه في الوسط بحال هذا الشكل هذا. نعاود معكم واحد بحال هكذا، نعاود معكم واحده اخرى. نفس الشيء من بيض البيض الكاوكاو، ونثقبوها نحطوها في اللاطه ونثقبوها صافي. غنبقاو حتى نكملوا الكميه ديالنا وندخلوها للفرن. الساعه اللي طيب الحلوى ديالنا غنشدو واحد الكاسرونه ونديروا فيها شويه الكونفيتور، ومن الاحسن يكون داك اللي جاري باش يساعدكم. نديروا واحد معلقه ولا 2 معالق سنيده، والكولورون حمر، الملون الغذائي يكون حمر، ونخلطوا الخليط فوق نار مهيله حتى يبدا يطبخ لينا الخليط صافي، ونحيدوه.
تيطبخ بهذا الشكل هذا. صافي غتكون سجمت العناصر ديالها. طبخ السكر مع الكونفيتور مزيان تيولي معسل. صافي تنجيبوا اللاطه من الفران كنخرجوها وكنبقاو نخويو في دوك الدقيبات شويه الكونفيتور. بهذه الطريقه هذه اللي غتشوفوا دابا بحال هكذا. غنبقاو تنكملوا الكميه كلها ديالنا اللي عندنا في الحلوه ونخليوها شويه حتى يشد راسو هذاك الكونفيتور، عاد نستوها في طبسيل ولا في شي بواطه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، بالصحه والراحه.